بعد الضجة التي أحدثها قرار فسخ عقد المدرب يوسف بوزيدي بعد 3 جولات من بداية الموسم لا غير، ها هي الأمور تختلط من جديد، وعليه فقد باشر شلول البحث عن خليفة لمن سيكون له شرف تولي زمام العارضة الفنية من خلال دراسته للسير الذاتية لبعض المدربين التي وصلت مكتبه مؤخرا. وحسب بعض المصادر المقربة من بيت الشبيبة فإن الرجل الأول في مجلس إدارة النادي حاليا فصل في أمر المدرب بشكل نهائي، وينتظر فقط ما بعد نهاية مواجهة اتحاد العاصمة للكشف عن هويته رسميا، حيث من المنتظر أن يكون هو المعاين للتشكيلة أمام أشبال بن شيخة. أكدت بعض المصادر أمس للكرة نيوز أن هناك إمكانية لتقديم لقاء شبيبة القبائل أمام اتحاد العاصمة إلى يوم الجمعة عوض السبت، والذي سيكون ملعب أول نوفمبر مسرحا له كما هو معلوم، حيث استقينا في هذا الصدد أن القائمين على البرمجة يدرسون إمكانية وضع برنامج جديد يتلائم مع ذلك ومراعاة البث التلفزي والحضور الجماهيري، ولو أن الإدارة لم تتلقى أي إعذار بذلك ما جعل المدرب لاسات يطالب بالتركيز على التدريبات لا غير، خاصة إذا تم أخذ رغبة الشبيبة بعين الاعتبار. يمكن القول أن برنامج اللقاءات سيعرف تغييرا آخر، لكن ما يمكن أن نشير إليه هو أن بعض الأصداء أشارت إلى أن تقديم اللقاء يبقى مستبعدا، خاصة في حال وضع الخطة الأمنية التي ستسير بموجبها القمة الكلاسيكية بين فريقين يعرفان بعضهما البعض جيدا منذ مواسم عديدة.